الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور،
إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام
إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور،
إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام
إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور،
إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام
إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور،
إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام
إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور،
إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام
إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور،
إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحفظكم من كل سوء ومن همزات الشياطين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل النداء في ختام اللقاء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما أسأله باسمه الأعظم أن يفرق الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه هو العزيز الغفور. أيها الأحباب، في أفياء القرآن وتأملات مع آيات القرآن، وهذا اليوم نحن مع قول الحق جل وعلا: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أتحدث وإياكم أيها الأحباب عن أكبر مناظرة جرت في التاريخ البشري باجتماع العالم كله، اجتماع العالم المشرك أمام رجل دعي ادعى الربوبية، فوقف بين يدي كليم الرحمن يحاججه بحجة واهية، ويريد أن يقرر أن الحق الذي مع موسى عليه الصلاة والسلام
إنما هو السحر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمد